أحب أن يخاطب الحضور الكريم فأهلا به. أهلا وسهلا بالجميع بضيعتنا. طبعا مش هاي أول مرة أنا بيجي لهون على مزرعة الشوف. أنا جدي مدفون بمزرعة الشوف، ونحن نقلنا من مزرعة الشوف مش بسبب الحرب. نقلنا نفوسنا من مزرعة الشوف سنة 1959 لأسباب. كنا ساكنين بالشمال وصار في حادثة معينة واضطرينا نسكن بجبال، وكان لبعد المسافة بين جبال وبيت الدين، ومثل ما بتعرفوا والمسافة بعدها لهلا بعيدة. نقلنا نفوسنا لحتى نستحصل على إخراجات أيد. ما كان في تذاكر بهذيك الأيام. يعني أنا حقيقة ما بعرف شو بدي أقولكم. طبعا ما تفاجأت بأهالي ضيعتنا، لأنه أنا بعرف من زمان، وبي اللي صار امبارح عمره 99 سنة وصاني وعرف انه انا جاي عن مزرعة ودمع عيناي. يطول بعمره. جبت اولادي معي صبيان موجودين هون. الله يخليك. جبتهم لحتى هي أول مرة بيجوا لحتى يشموا ريحة الجبل، ريحة مزرعة الشوف. ما بحب اسمع كلمة التعايش. نحن المسيحية والدروز نحن أساس جبل لبنان، وبتمنى نبقى الأساس. اللي بدي أقوله وبتمنى على الكل، وهذه مش وصية، انه يرجعوا مثل ما كنا، مثل ما في صورتين مفرجين اياهم بيي موجودين، كيف كانوا عايشين، كيف كانوا لما يصير في عزيمة، لما كان يصير في حزن او في فرح. للحقيقة بتمنى يكون كل لبنان عايش مثل ما كانوا عايشين أهالي مزرعة الشوف. وأنا بقدر أقول لكم إنه من هالمزرعة بالذات في بحدود 45 ضابط. يعني نحن خدمنا الدولة بمؤسساتها العسكرية وبمؤسساتها المدنية، ونحن بنفتخر برجالاتها العسكريين والمدنيين، لأنه هن حطوا أول حجر لبناء الدولة اللبنانية، وكان على رأسهم كمال بيك جنبلاط. أنا بفتخر بكمال بيك جنبلاط الله يرحمه، لأنه بدورتنا نحن 5 ضباط، والخمسة فوتهم كمال بيك جنبلاط على الضباط. وبقدر بقول لكم كان بوقتها من دورتنا 3 مسيحية و2 دروز. بقى بوقتها ما كان في تفرقة. نحن قطعنا مرحلة كبيرة هلا، عدنا إلى مزرعة الشوف، وبتمنى ما بقى ينقال إنه العودة. بتمنى ينقال إنه في وزير داخلية مستعد إنه يرجع ينمي مش بالعلاقة. العلاقة مفروض إنه هي منمية منها لحالها. ينمي بشو بيحتاج رئيس البلدية اللي أنا حبيته من قلبي، شو بيطلبوا من وزارة الداخلية ولكل بلديات الشوف، ونرجع نشوف الجبل عمود من أعمدة لبنان. لأنه مثل ما شايفين لبنان، ما بعرف إذا بدنا نستمر هيك ونبقى هيك، إذا لبنان رح يستمر. نتمنى أنه يكون جبل لبنان عمود ومدماج أساسي بإعادة بناء لبنان، والعمود والمدماج الأساسي هو بالتعايش الدرزي المسيحي. هلا ما في شك انه رجعتي على مزرعة الشوف حاليا صعب شوي، بس قلبي بمزرعة الشوف، وصدقوني.
وكل ما بحس انه في واحد من بيت بوكروم او من بيت زبيان او من بيت شربل او من بيت حرب او من بيت كرم والبعيني، طبعا البعيني كان والكل وعبد الساتر وابو شقره، ما بدي اسمي، انا كل واحد حامل بهويته من مزرعه الشوف. طبعا البدايه الحنين له والحنين الباقي لكل اهالي الجبل، وبتمنى عليكم انه تستمروا بهالمحبه، وهالمحبه هيدي تقلب على بقيه ضياع الجبل، لانه ما بخبركم نحن وجايين. شو قال لي ابني الصغير نحن وجايين؟ قال لي بس طلعنا من الدمور وبأول قال لي كأنه نحن مش عايشين بلبنان، هون لبنان هاي أول مرة نشوف. انبسط وقلنا له هيدي كانت أمنية وليد بايك، وبالفعل هي أمنيته إنه يكون الجبل كله مثل محمية الباروك، ونكون نحن مسيحيين ودروز محميين من أي تفاعل سلبي، وممنوع بقى حدا يفوت بيناتنا. ونحن بنحييكم ونتمنى لكم التوفيق وطول العمر.